بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن قصة واحد كان في بيته نايم، صحي من النوم، ولاده قعدوا يبوسوا فيه ويحضنوه ويقولوا له انت احلى اب في الدنيا. فاتبسط قوي، وهو ماشي لقى واحد بيقول له ايه ده لبسك مش حلو خالص، فزعل. بعد كده واحد تاني جه قال له ايه ده لبسك النهارده حلو قوي، فاتبسط. وبعدين راح الشغل قالوا له المدير عايزك، فاترعب. راح للمدير قال له عندك علاوة، فاتبسط. وهو ماشي اتخبطت عربيته فزعل. راح البيت لقى اولاده مستنيينه ومراته وقعد يضحك معاهم فاتبسط. عاملين له اكله حلوه قوي، بس كان في واحده في الاكل اللي هم عاملينه مش حلو فزعل. فكان النهارده عيد ميلاد مامته، وراح لها البيت وجاب لها هديه، ما عجبتهاش فزعل. قال لها يا ماما، هو انا كل ما اجيب لك حاجه ما بتعجبكيش؟ ليه يا ماما ما بتقوليش الحمد لله؟ قالت له اسلوبك وحش قوي فزعل. روح البيت ولاده قالوا له ما خدناش معاك ليه؟ قال لهم عشان ماما ما يبقاش عندها ازعاج. فزعل لان هو ما بسطش لا ولاده ولا مامته. دخل بقى ينام وخلص يومه على كده. تعالوا نراجع مع بعض يومه. اول حاجة لما ولاده بسوه قالوا له انت احلى اب في الدنيا، اتبسط عشان نفسه، ما اتبسطش عشان ربنا، يعني عشان هو يكتب كده من الابهات الرحيمين الكويسين. يعني اي موقف عملوا معاهم عشان يحبوه ويتبسطوا منه، عملوا مش عشان ربنا، عشان يحبوه، فلقاه فاتبسط عشان كده. لكن لو كان هو بيعمل لربنا اتبسطوا ما اتبسطوش، هو عارف انه عمله لله وهو كان عامله بإخلاص، ويعلم كويس اوي ربنا هيجازيه على الإخلاص والنية. حتى لو غلط، يعني حتى لو أخطأ وهو بيحاول يحبهم، بس كان كله بيتقي ربنا ولله، فربنا هيأجره ويبارك له في الولاد. لما نزل في الشارع وقالوا له لبسك حلو لبسك وحش، اتبسط على رأي الناس وزعل، مع ان هو نفس اللبس اللي هو لابسه. لكن لو كان هو بيلبس نيته انه يلبس حلو عشان المسلم يبقى شكله حلو، وانه ساتر نفسه مش مبين عورته وكده، ان الله جميل يحب الجمال، فهياخد حسنات على اللبس ده. فما كانش هيفرق معاه اللي يقوله لبسك حلو ولا اللي يقوله لبسك وحش، لانها كانت لله. لما راح الشركة وقالوا له المدير عايزك، هو خاف لا يكون هيرفضوا او حاجة. لو كان هو عارف كويس قوي ان اليه يرجع الامر كله ويدبر الامر، حتى لو كان المدير ده هيرفضه، هيعرف انه في شغلة تانية مستنياه احسن بكتير، لانه بيتقي الله في شغله وبيعمله لله، مش بيعمله عشان مستني الناس تقول الله ده شاطر، ده احسن واحد في الدنيا، ده احسن مهندس مثلا ولا احسن دكتور. لا، هو مش همه كده، هو اشتغل عشان ربنا. اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، هو بيشتغل بس عشان كده، عشان يرضي الله، ففي اخلاص، فما كانش هيزعل ولا يخاف. الشيطان يخوف اولياءه، لكن ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا. هو كده عمال يطلع وينزل مع الأحداث، يطلع وينزل مع الأحداث، مع أنه بس لو سمع بالآية تقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، كان هيحاول يكنترول المشاعر دي. وهو راجع لما اتخبطت عربيته ما قالش الحمد لله، عادي، لأن كان الخبطة ممكن تيجي أكبر من كده. تاني حاجة، كان ممكن يبقى في حرامي هيسرق عربيته، بس مش هيسرقها عشان هي مخبوطة وفيها عيب زي المركب اللي اتخرمت. او المفروض يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بيكفر حبة سيئات قديمة. مرجعش لربنا لما ابتلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. هما دول بس اللي بيصبروا، الصبر عند المصيبة الأولى. لما رجع البيت دخل اتبسط عشان ولاده مستنينه،
ما قالش الحمد لله انهم موجودين في حياته. لما اتعمل الاكل ما قالش الحمد لله على كل الاكل الموجود، هو اتبسط بالاكل الحلو وزعل من الاكل مش حلو عشان نفسه. لو هو بيقول الحمد لله ما كانش هيزعل. راح لمامته عشان يفرحها بالهدية اللي هو جايبها، فلما ما عجبتهاش زعل. لكن لو كان هو قاصد منها صلة الرحم وبر الوالدين وتهاد وتحبه، وربنا ما وفقوش في رضاها مش برها، هو برها، كان ما زعلش، لان وما توفيقي الا بالله. ربنا ما وفقوش. هي من النوع اللي ما بيشكرش، ما بيقولش الحمد لله. هعمل لها ايه؟ يعني واحده مهما عمل لها مش بتقول شكرا. هو ذنبه ايه؟ مش عليه ان هو يعلمها ازاي تقول شكرا، هو عليه هياخد الحسنات على اللي هو عمله. هي صحيفتها لوحدها اللي هتحاسب عليها، وهو صحيفته لوحدها اللي هيتحاسب عليها. فأي مرة أنا بزعل فيها بسأل نفسي أنا زعلت ليه؟ المؤمن مرآة أخيه. في مراية اسمها الوالدين، في مراية اسمها الولاد، في مراية مثلا الزوجة. حتى ربنا قالها هو جنتك ونارك، لأن هو مرايتها برضو. حتى لو في مراية مش موجودة الإنسان بيتجنن، يعني لو مش بيخلف بيتجنن. لو هو معتبر ان كلهم مرايات مش هيفرق معاه لو المراية نقصت. المراية هي اللي بتعكس علاقته بربنا، لان هو المهم، الهدف رضاه. فمش هيفرق معاه اي مراية تانية موجودة مش موجودة، اتكسرت ما اتكسرتش ما جاتش، مش مهم. في مرايات تانية كتير تعكس علاقتي بربنا وصلح علاقتي معاهم وربنا يرضى عني. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هي ربنا مش هديها خلاص، هو ملوش دعوة لو هو عنده إخلاص. لكن لو هو عشان نفسه، أنا مامتي بتعاملني وحش، أنا مش عارف إيه، لما جه ينصحها نصحها لله. طب ما هو لقمان عشان الحكمة. الطبيعي ان الناس مش هتتقبل النصيحة لان عندهم كبر، اغلب الناس عندهم كبر فمتقبلوش النصيحة. لما واحد بينصحهم بيتعصبوا يتنرفزوا مستحملوش. لكن الانسان اللي عنده سلام ومفيش كبر بيتقبل النصيحة عادي. هو نصحها وقال لها يعني قولي شكرا لربنا او احمدي ربنا، هو نفسه ما عملش كده لما الاكل جاله مش حلو. ففي ناس كتير بتنصح الناس وهي اصلا مقصرة. هو لو فاهم انها مرايات واللي قدامه ما عجبوش حاجة بيرجع لنفسه عشان يعرف هو مقصر في ايه مع ربنا. يعني اي موقف وحش بيحصل لي ما بشوفش بني ادمين، ما بفكرش مين اللي قدامي غلط فيا قال لي ايه، بفكر هو ليه ربنا خلاه يعمل كده او سمح بده. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طب انا زعلت عشان الكبر ولا زعلت عشان حاسه ان الدنيا مش سهله؟ يريد الله بكم اليسر سنيسره لليسرى. لا، في حاجه هنا حصلت مش مظبوطه. طب نفكر، هل هو حصل ده عشان انا ممكن اكون بعمل نفس الحاجه، او انا نفسي قوي اللي قدامي ده يكون كويس؟ في حاجه غلط، في حاجه مفيهاش اخلاص. اذا مسهم طائف تذكروا اذا هم مبصرون، طائف من الشيطان. في آية بتقول كده، بتقول انه اي حاجة كده فيها تكاية كده مش مظبوطة، مش عكس السكينة والنفس المطمئنة، عكس القلب السليم، دي علامة زي كده الحق تي 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 الارم كده تي 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 الحق في حاجة غلط. فبرجع لربنا لعلهم يرجعون، ونذيقناهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. احنا بنرجع لربنا، ما بنشوفش بني ادمين. هو ليه في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لأن كل دول منظر بس. كان ممكن يجيب ماما تانية، كان ممكن يجيب ولاد تانيين. طب هما ليه عملوني كده؟ كان ممكن يجيب ولد ذكي جدا وشاطر قوي وما يتعبنيش لما أقوله ذاكر. هو ربنا جابه كده أرضى. أما أروح البيت أي حد يلومني يلومني يلومني، ما اقعدش في قفص الاتهام ده، اقعد أدافع عن نفسي. لما رجع البيت ولاده فضلوا يلوموه، هو عايش بنفس لوامة وبيلومهم. لما الأكل ما كانش حلو لامهم، فلازم هيلاقي اللوم. طب هو مش من النوع ده، يبقى في حاجة تانية ربنا عايز يقولها له هنا. خد بالك خد بالك، لعلك باخع عن نفسك. انت يمكن بتموت نفسك مثلا عشان هما يرضوا عنك،
إذا كنت المفروض لو حد مش مؤمن ما موتش نفسي عشان هو يؤمن، فما بالكوا بأي حاجة تانية. مش المفروض أموت نفسي، أنا بحاول أعمل اللي عليا منظر بس كده لله، إخلاص، مش عشان نتائج. ما بموتش نفسي على نتائج. لو أنا بموت نفسي عشان توفيق ربنا أو النتائج يبقى ده مش لله. لو الإنسان ده بيتقي الله في كل حاجة من يومه وحاسس ان ربنا هو رب وهو اللي قدامه محسن لانه شايف ربنا دايما قدامه، لا كان هيخاف لما المدير قال له تعالى، ولا كان هيزعل لما نقصد حاجة منه، ولا لما حد يلومه او يقوله كلام مش حلو. الاخلاص بيمنع كل ده. طول ما انا عايشة بنفس مطمئنة انا صح. اللي عنده اي زعل، اي طائف، اي احساس مش حلو، يرجع لربنا يشوف هو ليه حاسس الاحساس ده، لان الناس دي مرايات عشان كده. هو ربنا حطهم اصلا عشان كده، عشان لما يحصل حاجه مش حلوه ارجع لربنا اقول ايه ده، هو انا زعلت ليه؟ يبقى انا لسه عندي كبر. ايه ده، زعلت ليه؟ يبقى انا لسه بلوم وجلد الذات والامراض بقى النفسيه. ليه انا لسه بعمل حاجه غلط؟ يعني حاسس بمشاعر مش حلوه، يبقى في حاجه غلط محتاجه تتصلح عشان قلبي يبقى سليم. دي من نعمة ربنا عليا انه بيبعت لي الحاجات دي عشان اصلح وانضف طول الوقت. كل لما ما يهمنيش مين بيقول عليا ايه، يبقى انا كده صح، مفيش كبر. ايه ده، شكلك مش حلو، ايه ده بيتك مش حلو، ايه ده ما عندكش عربية، ايه ده ولادك مش حلو، ايه ده ولادك مش ناجحين، ايه ده. مش مهم كل ده. لما يبقوا مش مهمين اي رأي اي حد غير ربنا شايفني ايه، يبقى انا كده صح وخلصت من الكبر. المهم ربنا شايفني ازاي، انا مخلصة في اعمالي خلاص. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لعلك باخع نفسك، ما موتش، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الشيطان يخوف اولياء الا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش حزن عند المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بعت له قرآن يفضل يعلي يعلي ويعلي المؤمنين. ربنا بعت القرآن واحدة واحدة كده عشان المؤمن يفضل يعلى يعلى يعلى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مرضية من كتر اللي خدته عشان هي راضية. ربنا عايز دايما صراط الذين أنعمت عليهم، عايزنا عايشين في نعيم، عايزنا مبسوطين. يعني أنا لو بحب حد هعذبه؟ لو ربنا بيحبني هيفضل يعذبني ليه؟ في حتة مهمة قوي أنا بعرف أفرق بيها، هو ده ربنا غضبان عليا ولا بيمتحني؟ يعني نبلونكم بامتحان، لكن عقاب زي النبي يونس لما بلع حوت لا ده عقاب. أعرف منين الفرق؟ أسأل نفسي هو وأنا داخلة الامتحان ومذاكرة ببقى عاملة ازاي، حاسة بإيه مهما كان الامتحان صعب؟ هو نفس إحساسي في أي امتحان ربنا بيحطني فيه. لكن لو أنا مش مذاكرة أو داخلة بقى في حتة هيعذبوني فيها هحس بإيه؟ هل انا حاسه اني بتعذب؟ ما هو اصل انا جوه امتحان ما بتعذبش، يعني مش عذاب، هو امتحان. حتى لو صعب هو امتحان، حتى لو مش مذاكره هو امتحان، احساس امتحان. لكن هو احساس حد بيعذبني، يعني بيشيلي ضوافري بقى وجميله بحريت، يعني لا، ما مش كده. هو مش الاحساس ده. خلاص، يبقى لو هو احساس عذاب كده يبقى ده من نفسي، يبقى ده لازم ارجع لربنا. لكن لو هو احساس امتحان خلاص يبقى ده امتحان. هل انا حاطه ربنا طول الوقت قدامي وبشوف ان اليه يرجع الامر كله، هو بعت البني ادمين دول عشان يفهموني، ولا شايف ان ده هو اللي قدر عليا وده هو اللي ظلمني وده هو اللي بيعذبني؟ ما هو بيعذبني، هو هينزل يعذبني بنفسه يعني؟ مش هيحصل. هو بيبعت لي حد بيسبب الأسباب عشان أرجع له. ربنا عايزنا دايما جوه كده إحساس نفس مطمئنة، قلب سليم.
لو انا يومي هفضل افرح وازعل افرح وازعل افرح وازعل في الاحداث، اخر اليوم هبقى مش طايقه نفسي. لكن لو انا عايشه بنفس مطمئنه، عايشه بسلام، اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، ده لو حتى حد شتمني بحس بسلام. لو انا ما عنديش كبر، والاخلاص هو الحل الوحيد. اي حاجه بعملها فيها اخلاص مش هيعذبني فيها اي نتيجه، مش هيعذبني. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما بنستناش شكرا من حد، احنا مستنيين ربنا بس يرضى عننا. دول انبياء وما فيش حد بيعمل كده، لا يبقى انت ما تعرفش في حد بيعمل كده ولا لا. طب ما ربنا جابهم بني ادمين عشان ما نقولش لا دول مثال ما ينفعش نقلده. هو جابهم بني ادمين وجاب غلطات ليهم وجابهم كويسين عشان نعرف ان عادي نغلط، نستغفر، نرجع لربنا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. دايما كده تخيل لو الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك كان هيختار ايه، كان هيتصرف ازاي؟ كان هيقعد يدعي على اللي ظلموه، كان هيشيل منهم، ولا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون؟ كان لما حد بيغلط فيه كان بيرد وياخد حقه، ولا كان بيسيبها لله؟ طب لو ربنا قدامك هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه؟ فلو اي حد ما فهمش نقطة انا اتكلمت فيها يبعت لي، وهسيب لكم النمرة بتاعتي اللي عنده اي مشكلة ويحب يتواصل معايا على الواتساب.